باسم الفريق الحركي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الوزراء، السيدات والسادة، كنت كنتمنى يكون واحد النقاش أرقى وما نجيوش نصفيو الحساب بيناتنا. المغاربة كيتسناو منا حلول المشاكل ديالهم وماشي نجيو نصفيو الحساب مع بعضياتنا. سيد رئيس، لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021. هذا المشروع الذي يأتي في ظرفية استثنائية وسياق خاص، مطبوع بعدة تحولات إقليمية ودولية جراء تفشي جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. السيد رئيس، احتفل الشعب المغربي كما هو معلوم خلال الأسبوع الماضي بالذكرى 45 لانطلاق المسيرة الخضراء، وهي فرصة سانحة للإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بهذه المناسبة. هذا الخطاب الذي اعتبر المسيرة الخضراء مسيرة متجددة ومتواصلة رسخت بشكل لا رجعة فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي تحظى بدعم مجلس الأمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار الطبيعي والوحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل. وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا أن ننخرط في الجهود الدبلوماسية الوطنية، مؤكدين بأن المغرب سيظل ثابتا في مواقفه ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي تقوم بها بعض الأطراف والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة وشعاراتها المفلسة. فالمغرب والحمد لله في صحرائه والصحراء في مغربها، وأستحضر هنا الانتصارات الدبلوماسية لبلادنا في مختلف المحافل القارية والدولية، والتي تعززت بالإقدام المتزايد للعديد من البلدان الشقيقة والصديقة على فتح قنصلياتها بالصحراء المغربية وسحب العديد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي والمصطنع. وقبل دقائق وصلتنا بعض الأخبار من الأقاليم الجنوبية تقول برفع التوتر والاستفزازات. أقول من هذا المنبر أن المغاربة مجندون ومستعدون للتضحية بالغالي والنفيس للذود عن حوزة الوطن وتراب الوطن من طنجة إلى القويرة، وإذا كان لا بد من ذلك سنراجع الميزانيات ونخصص الدعم والميزانيات الكافية للقوات المسلحة الملكية. حضرات السيدات والسادة، أغتنمها مناسبة كذلك لنؤكد على الحكومة مواصلة بذل المجهودات وتعبئة الإمكانيات السير قدما في بلورة النموذج التنموي الناجح لأقاليمنا الجنوبية بما يضمن تطورها وازدهارها، منوهين بالدينامية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
من خلال أوراش كبرى ذات طابع استراتيجي ترسخ مغربية الصحراء وتستلهم قيم وروح المسيرة الخضراء وقسمها الخالد. كما نستغل هذه اللحظة الدستورية لتقديم تحية إكبار وتقدير ووفاء لقواتنا الملكية ولكل المرابطين في الثغور للقوات المسلحة الملكية ولقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ولكل المسؤولين والعاملين بالإدارة الترابية الذين يسهرون بكل تفان ويقظة على أمن البلاد والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. سيد الرئيس، لا بد من الإقرار بالمجهودات القيمة التي قامت بها البلاد منذ بداية جائحة كورونا بفضل الحرص الملكي السامي وتوجيهاته النيرة والمواكبة المستمرة للحكومة وتعبئة مختلف المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، فضلا عن تضامن المواطنين وتجند كل الأطقم الصحية والأمنية والسلطات العمومية والجماعة الترابية والإعلام والأحزاب والمجتمع المدني بحس وطني عالي وبروح تضامنية منقطعة النظير. نتطلع السيد الرئيس لمواصلة نفس التعبئة للتصدي للجائحة بأرقامها المقلقة والمتزايدة، ولا تفوتنا الفرصة دون أن ننوه بالسبق المغربي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حول التزود باللقاح ضد هذا الوباء الخطير في الأسابيع المقبلة. حضرات السيدة والسادة، في هذا الإطار لا يمكننا في الفريق الحركي الذي هو امتداد للحركة الشعبية بمرجعيتها الفكرية والسياسية المستندة منذ أزيد من 60 سنة على بناء مغرب المؤسسات وترسيخ الخيارات الجهوية والمناصفة المجالية والدفاع عن الحقوق السياسية واللغوية والثقافية في إطار الوحدة في التنوع وعلى ضوء الوطنية المقرونة بالمواطنة وتلازم الحقوق والواجبات. لا يمكن السيد الرئيس إلا أن نكون في الصفوف الأمامية لتنزيل المغرب الدستوري الجديد والتفاعل الإيجابي والخلاق مع كل المبادرات النوعية لتعزيز المسيرة التنموية والحقوقية للمغرب، بقناعتنا الراسخة أن المواقف لا تصنعها المواقع، وأن مستقبل المغرب أكبر من الحسابات الحزبوية الضيقة والمواسم الانتخابية العابرة. بهذا الإيمان العميق ندعو جميع الفرقاء السياسيين إلى الانتصار للمغرب قبل الأحزاب والتأسيس لمنظومة العمل المشترك لرد الاعتبار للوسائط السياسية والنقابية والجمعوية، تعزيزا لجسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات والترفع عن كل ما يمكنه أن يقسم لحمتنا الوطنية الراسخة والثابتة. سيد رئيس محترم، من هذا المنطلق نتفاعل إيجابيا مع المرتكزات الأساسية التي رسم جلالة الملك نصره الله معالمها الأساسية المتمثلة في إطلاق خطة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخطة لتعميم الحماية الاجتماعية وأخرى لإصلاح القطاع العام. ليبقى السيد الوزير المحترم السؤال الاستراتيجي المطروح هو: إلى أي حد استطاع المشروع المعروض على أنظارنا اليوم ترجمة هذه التوجهات إلى أرقام واعتمادات ومقاربات وإجراءات؟ على هذا الأساس نتساءل سيد رئيس، سيد الوزير، عن أي تصورات وأسبقيات ومخططات للحكومة ضمن هذه المرتكزات. سيد الوزير، هذه استراتيجيات كبرى، مشاريع كبرى. نحن على أبواب السنة المقبلة
التي غادي تشوف تنزيل ديال هذه الاستراتيجيات. بغينا السيد الوزير نعرفوا الحماية الاجتماعية كيف تقاربونها، كيف تخططون لها، ماذا خصصتم للصحة وللتعليم وللتقاعد وللتأمين وللتغطية الصحية وكل المجالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية. ونعلم السيد الوزير اليوم المغرب لا يخصص إلا 5 حتى 6% من الناتج الداخلي الخام للحماية الاجتماعية، عكس دول أخرى مماثلة تخصص بين 10 و12 حتى 20% من الناتج الداخلي الخام. لا نرى هذا في هذا المشروع. التعليم، ومن هذا المنبر تنشد على يد الحكومة ومن خلالها السيد الوزير ديال التعليم اللي استطاع ينجح السنة الدراسية والجامعية رغم الإكراهات وتفادات كل سنة بيضاء، وكان التعليم حاضر بالإمكانيات ديالو. وتنشد على يد السيد الوزير لتعميم التعليم الجامعي، جامعة في كل إقليم بما فيهم إقليم الفقيه بن صالح، وتنشكروا من هذا المنبر. ولكن عندي مشكل السيد الوزير، تقليص ديال المنح الدراسية اليوم زادت 350 ألف طالب، في حين الغلاف المخصص للمنح بقى بحال العام اللي فات بحال هذا العام. فين غادي يمشيو هاد الوليدات؟ ما يقراوش، والأكثرية ديالهم فقراء، وزادوا تفكروا مع الجائحة. سيد الوزير بغيتكم تفكروا باش يمكن لنا نداركوا هذه القضية هذه. الإسكان كنشد على السيدة الوزيرة، وزيرة السكنة وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، على المجهودات اللي كتعمل باش يبقى القطاع صامد، وتحققت بفضل إجراءات تشجيعية اللي عملنا جميع باش ينتعش قطاع ديال السكنة ب 30% ويخلق رواج اقتصادي واجتماعي. وكتعرفوا الدور ديال السكنة في الجانب الاجتماعي وكذلك في خلق فرص الشغل. اليوم السيد الوزير حنا في نهاية الولاية وعشنا هاد 6 سنين تنزيل الجهوية الموسعة. اليوم حان الوقت باش نديروا تقييم لهذه التجربة باش نعرفوا اشنو هما الجوانب الإيجابية والجوانب اللي خصنا نصحوا إلى آخره، لأن كاين واحد التداخل كبير بين الجهة وبين المجالس الإقليمية وبين الجماعات، كل شيء تيصاب السواقي، كل شيء تيصاب البيستات، كل شيء تيحفظ الابيات، في حين أن الدستور واضح والقوانين التنظيمية واضحة، الجهات عندها الاختصاصات واضحة والمجالس الإقليمية واضحة. ولكن اليوم خصنا نراجعوا هذه المنظومة هذه في إطار مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات المحلية. ميثاق لا تمركز الإداري وافقنا عليه، خرج الميثاق، ولكن بقى على الورق، بقات القرارات والاعتمادات مرهونة في الرباط، خاصها تمشي للجهات. السيد الوزير القطاع الفلاحي صامد، ومن هذا المنبر كنحيي الفلاحه اللي بقاو صامدين بفضل هذا المخطط اللي رسم المعالم ديالو جلاله الملك ناصره الله، وتفادينا الحمد لله داكشي اللي عاشوه بلدان اخرى. ورغم الجائحه كانت المنتوجات الفلاحيه موجوده في السوق وما تسبب لنا شيء في ازمه غذائيه، ولكن الفلاح عانى، اسواق مسدوده، الثمن هبط، الجفاف. بغينا الالتفات الفلاح باش يبقى صامد. ولا جات في مداخلات قبل ان الفلاحه هي اساس الاقتصاد المغربي، وهذا صحيح. خصنا نعزوا هذا القطاع بتدابير تشجيعيه اللي تاثر الفلاح وتعاونوا باش يكابر ويبقى صامد. الماء اليوم السيد الوزير غادي وتيقل، راه كنا كندبروا بواحد الطريقه ملي كان كاين، اليوم قليل وخاصنا ندبروه ونحدوا الاسبقيات، واش نسبقوا الماء للشرب
واش للفلاحة، واش للصناعة، واش التوازنات المناخية. لازم الحكومة تخمم في مخطط لتدبير الماء. القطاع الغير هيكل السيد الوزير، كاين قطاعات الحمد لله كتشتغل اليوم، ولكن قطاعات ما كتشتغلش كاع نهائيا. ما يمكنش نعتبروا كل شيء كيشتغل. القطاع ديال الحفلات والممولين لي تريتور هذه كان معنا السيد وزير الثقافه، بغيتو يبقى هنا، دار واحد المساعده للفنانين، ولكن كان فيها الانتقائيه. واش اللي عنده ذوق هو اللي كتعطيه، واللي ما عندوش مسكين عاكز. عبيده الماش عندهم، الناس ديال الاحيدوس اش عندهم، الناس اللي كيديروا الحلقه اش عندهم، هادو فنانه كذلك. علاش ما ديناش فيهم؟ علاش ما رضينا اللي مشيت البال؟ واخا هادشي ما كيضحكش، هادو ولادنا، هادو ديالنا، هذا الشعب ديالنا، خصنا نستحضروه. كل واحد عنده قيمته، كل واحد عنده الدور ديالو. الجمعيات الرياضيه السيد الوزير اليوم حبسنا عليهم الدعم، وحنا كنعيشوا ازمه ديال الصحه، والصحه متسقه مع الرياضه. فجل الجمعيات الرياضيه غادي توقف النشاط ديالها. خصنا نلقاو شي حل باش نستمروا في دعم الرياضه ودعم صحه الشباب وتأطير الشباب. السيد الرئيس، بناء على المذكرة الشاملة التي ساهم بها حزبنا في مجال تدبير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، نجدد التأكيد على ضرورة بلورة مخطط استراتيجي شامل مبني على دعم القطاعات الإنتاجية المتضررة. كما ندعو إلى مخطط استراتيجي مبني على إصلاح ضريبي شامل قائم على العدالة والإنصاف، بدل مواصلة تضريب الطبقة المتوسطة والمقاولة الصغرى المنهكة أصلا. وهذا ما يقتضي في منظورنا الحركي التفكير في مأسسة التضامن الوطني عبر آلية الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي في صيغة مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية ومستقلة وفق معايير عادلة ومنصفة بعيدة عن التوظيف السياسي لهذا الدعم. بنفس المنطق حضرات السيدات والسادة، نتطلع إلى إصلاح شامل وجوهري لنظام التقاعد عبر اعتماد نظام القطبين، القطاع العام والقطاع الخاص، بدل الحلول المقياسية المؤقتة التي لا تعمل إلا لتأجيل الأزمة. وهذا هو الوقت ديال السيد الوزير. بغينا في إطار هذه الحماية الاجتماعية، بغينا التصور ديال الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد باش نتفاداو الإفلاس. راه الصناديق غادي ليها، ولكن اليوم بغينا التصور ديال الحكومة ونشارككم فيه إن شاء الله. حضرات السيدات والسادة، نحن على مقربة من نهاية ولاية الجماعة الترابية وفي صدارتها الجهات في ظل الاختصاصات الدستورية لهذه المؤسسات. لا يسعنا في الفريق الحركي إلا أن نتساءل عن مخرجات التقييم الموضوعي كما قلت سابقا لهذه التجربة الأولى التي تشرف على نهايتها. وفي هذا الإطار كخلاصات أولية نسجل ترددا حكوميا في تنزيل ميثاق لا تمركز الإداري وفي تملك الوعي الجهوي، فما عدا بعض القطاعات الأخرى لا زالت شادة في تطبيق اللا تمركز الإداري. السيد الرئيس، طموحنا هو مواكبة إصلاح القوانين الانتخابية بمراجعة جوهرية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمختلف أصنافها المحلية والإقليمية والجهوية، للفصل في التداخل القائم بين الأصناف الثلاث لهذه الجماعات ومدى ملائمتها وتكاملها مع القطاعات الحكومية. بنفس المنطق نتطلع في الفريق الحركي إلى تقييم موضوعي لكل الاستراتيجيات، مخطط الأخضر، اليوتيس، إقلاع الاقتصادي إلى آخره، ونحن على أبواب نموذج تنموي جديد. في نفس السياق لا يمكننا إلا أن نسجل بكل واقعية وموضوعية تغييب المشروع المعروض على أنظارنا للإصلاحات الجوهرية في قطاعي التعليم والصحة
من خلال رصد اعتمادات لم تخرج عن المألوف في ظل إجماع وطني على أولويات هذين القطاعين المستثمرين في الإنسان قبل المجال. سيد الوزير، مشروعكم وأهنئكم على ذلك رغم الإكراهات لا ننكر مكاسبه واجتهاده لعبور النفق، ولكن كيف يمكن اليوم وغدا بناء مستقبل يتقاسمه جميع المغاربة بكرامة والحكومة لا زالت تتردد في إنصاف الأمازيغية كمكون أصيل في الهوية المغربية المتنوعة؟ وكيف يمكن تحسين هذه الكرامة في غياب نموذج تنموي لساكنة البوادي والجبال المقبلين على جائحة طبيعية؟ الجفاف تضاعف معاناتهم مع جائحة كورونا وجائحة الخصاص التنموي. في الأخير ندرع إلى الله أن يحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا، وأن يمطرنا غيثا نافعا، وأن يوفقنا جميعا لما فيه مصلحة البلاد تحت القيادة السامية لمولى صاحب الجلالة حفظه الله. شكرا سيد الرئيس. الكلمة